حلقة جديدة من حذر فكر، 30 سؤال ب 30 يوم ب 30 إجابة. الشخص اللي هنتكلم عنه ملوش اسم، ما تذكرش اسم، لكن ليه وصف في الكتاب المقدس سهل وجميل وقصته أنا بحبها جدا. ما كنتش في بلدي، رغم كده قلبي كان مع الرب. حسب كده حسبي كده. البنت الصغيرة بتاعت إشعياء. بتاعت إشعياء. إجابة غلط. ما هي اتسابت يلا. أصلاً. حكيت عن النبي البعيد اللي سره باتع. ما كانش عند هتجاوب حاجة. الراجل الكبير. الراجل الكبير. ايوه اللي هو مع إشعياء. وقف لهم. لا. لا مع ايليا. مع ايليا. اللي هو اللي شافه في إجابة غلط. أي اسم. إجابة غلط. نكمل. ما كانش عندي صوت كبير أو صوتي ما كانش مسموع، لكن كلامي كان بداية الرحلة لشخص وغير حياته. اللي هو لا. أقول تاني. لا ما هو ليه اسم، ده ليه اسم. صح ليه اسم. شفت سيدي مكسور وما شمتش فيه، لكني فكرت أساعده. سهلة جدا. اتفضل. قائد المئة. لا قائد المئة شاف سيده ما مكسور. اعرفش بس ملوش اسم فقلت أي حد ملوش اسم نرزع. إجابة هنا غلام قائد المئة. غلام قائد المئة. حاجة قريبة من اللي انت بتقوله جدا جدا. هو انا مش عارف اسمه بس الراجل الابرز كان عنده بنت بيقول صح مش هو ده. لازم تقول اسم الحاجة او اسم الشخص ده. اللي يلا ماتت. انت قربت جدا جدا يا محب فعلا. نعمان السرياني ماله بقى؟ كان مين عنده بنت بقى اللي هي البنت اللي اكدت له ان هو هيتشفي. مين البنت بنسميها ايه؟ لا ما قربنا قوي 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 قوي. ملهاش اسم. ملهاش اسم. ما هي طب دوس ملهاش الجرس وهتاخد النقطة. الفتاة المزبية. إجابة صحيحة. الفتاة المزبية قالت لنعمان السرياني اللي كان أسيرها، كان عنده برص، قالت له في نبي اسمه أليشع تروح له هيقول لك تعمل ايه وتسمع كلامه هتخف من البرص. وده اللي حصل. قصة جميلة جدا جدا نقدر نقراها في الكتاب المقدس ونتعلم منها أمور هامة جدا. والنهاردة اللي فاز معانا نص نص، أنا اللي مديكم النقطة، فريق رايز. ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من حذر فكر.